اهلا بيكم ورمضان كريم عليكم ان شاء الله. في الفيديو ده انا هتكلم عن 3 مسلسلات حلوين وجامدين، والتلاتة كانوا 15 حلقة وانتهوا مع نهاية النص الاول لرمضان. والمسلسلات دي هي مسار اجباري، اشغال شقة، وبابا جه. وخلينا نبدأ كده بمسلسل مسار اجباري لان ده المسلسل اللي هتكلم عليه زيادة شوية، ونختم سريعا باشغال شقة وبابا جه. نقفل الفيديو بالكوميدي يعني. لايك وسبسكرايب بقى يا جماعة عشان ده فعلا بيساعد اننا نكمل. ويلا بينا على فيديو النهارده. مسار إجباري. المسلسل ده من بطولة عصام عمر وأحمد داش، وبيشاركهم البطولة بسمة وصابرين. سيناريو وحوار لكل من باهر دويدار وأمين جمال، محمد محرز ومينا بيباوي، والإخراج للغالية بنت الغالي نادين خان. المسلسل ده له نقاط إيجابية كتير ونقطة سلبية كبيرة خلت ناس ما تكملش فيه، ودول هتكلم عنهم وقت ما هتكلم عن النقاط الإيجابية والسلبية للمسلسل. لكن خليني الأول أقول لكم المسلسل ده بيتكلم عن إيه. مسار إجباري قصته عن 2 شباب، علي وحسين، كل واحد عايش حياته بشكل مختلف تماما عن التاني. واحد بيحلم يكبر مشروعه وماشي في الحياة بصدره، وواحد نفسه يهاجر بره البلد في بعثة. وتسوقهم الأقدار إنهم يعرفوا إنهم إخوات من أب واحد، وأبوهم ده قبل ما يموت بيسيب لهم دليل قادر يقلب مسار قضية خطيرة هيتعدم فيها واحد ملوش ذنب. فيا ترى بقى الشابين دول هيتقبلوا صدمة إنهم إخوات ووفاة أبوهم، وكمان القضايا اللي بقوا شايلين همها وهم إثبات براءة واحد مظلوم؟ هنا بقى أنت هتعيش في المسلسل مع أحداثه اللي هتشوف فيها ازاي ابطالنا هيقابلوا كل الامور دي. ونروح بقى بسرعه لايجابيات المسلسل ده، ونقول ان من الحاجات الكويسه في المسلسل ده ان ابطاله شباب، فلما الحياه هتديهم على دماغهم بعد وفاه ابوهم هتلاقيهم فعلا بينكسروا كتير، مش زي اسامي تانية كبيره لو كانت قامت بدور البطوله مكان الشباب دي ما كانوش سمحوا انهم يتضربوا في مشهد، وكنت هحس بافتعال انكسارهم لان بحكم عمرهم طبيعي يقدروا يشيلوا الشيله. لكن دول شباب لسه صغير بيقول يا هادي، كونه يدخل بقى في الحوارات دي كلها فطبيعي يتوه ويقلق ويخاف، واوقات كتير ينكسر. السن كان عامل مهم جدا اني اصدق المسلسل ده واحداثه. كمان قصة المسلسل قصة حلوة بسرعة هتشدك لاحداثها، قصة فيها غموض كافي انه يخليك متابع احداث المسلسل ده. التصوير والكادرات حلوة فعلا، ده غير ان التصوير في شوارعنا لازم يحسسني ان انا صدق اللي بشوفه، ودي من اكبر نقاط القوة اللي رجع ليها مخرجين كتير زي عمر هلال في فوي فوي فوي، ونادين خان اهو في مسار اجباري. ده غير شويه مسلسلات تانية بتتعمل في اسكندريه دلوقتي ومطلعين برضو كادرات تحفه زي مسلسل العتاوله كده وغيره. كمان البيوت لما بتكون حقيقيه فورا هتوصل لك شعور ان المسلسل ده حقيقي، مش شويه استوديوهات هنعمل فيها شويه ديكورات هتخلينا انا وانت وام لا اله الا الله كلها مش طايقه العمل. لكن اللي حصل في مسار اجباري ده حقيقي مجهود يشكر عليه القائمين على العمل، واولهم المخرجه الشاطره نادين خان. انك تنزل في شوارع ومناطق شعبيه وتصور وانت عارف كويس صعوبة ده، ان في النهاية الصورة تخرج لي بالشكل ده وبكادرات حلوة فعلا، ده يثبت ان نادين خان مخرجة مجتهدة. ونروح بقى للأداءات. أداء عصام عمر وأحمد داش الحلو وانسجامهم مع بعض حسسني فعلا بأنهم إخوات، رغم ان في أول حلقتين انت هتشوفهم نافرين من بعض ازاي بسبب صدمتهم أولا بأن أبوهم متجوز ومخلف من حد تاني، وثانيا بوفاته، وثالثا بالسر اللي قاله لهم قبل ما يموت. فالعيال كانهم اتضربوا على دماغهم فكانوا مدروخين، بس بعد كده هتشوف ازاي بيبقوا ايد واحده علشان يقدروا يعدوا الازمه اللي هم فيها رغم اختلافهم الفكري، وده يشكر عليه طبعا كتاب العمل يكونوا خرج حقيقي بالشكل ده. كمان صابرين وبسمه عاملين ادوار الامهات بشكل حلو جدا ولايقين على ادوارهم دي جدا، وان كانت بسمه كانت متميزه بالنسبه لي اكتر بكتير، وعجبني جدا جرأتها في قبولها للدور وانها ما تفضلش عايشه دور طالبه الجامعه اللي الكل بيجري وراها كتير. الله يمسيك بالخير يا هنيدي. لا، هنا هتبقى وام من منطقه شعبيه، وبصراحة عجبتني. وهقول تاني، بسمة ممثلة شاطرة وتقيلة ولازم تشتغل أكتر. ونروح بقى لنقطة تانية وهي الموسيقى، وخاصة أغنية التتر، حاجة رايقة جدا وكل ما تسمعها هتحس إنها حقيقية قوي، لايقة على المسلسل ولايقة على الحياة بشكل عام. والله أغنيته مخبية إن هي يا دنيا لفرقة مسار إجباري وطارق الشيخ، أغنية جميلة جدا وتتر جميل قوي لمسلسل مسار إجباري. ونروح بقى للسلبيات واللي هتكلم فيهم عن اهم واخطر سلبيه وقع فيها مسلسل مسار اجباري في بعض حلقاته، خصوصا السابعه والثامنه، الا وهي الملل. المسلسل في بعض حلقاته خصوصا الحلقتين دول بالنسبه لي كانوا مملين بشكل كبير. انت في الحلقه التاسعه بتستعيد رتم المسلسل تاني، لكن من متابعتي السريعه كده ففي ناس قررت توقف مشاهده بعد الحلقتين دول، واللي فعلا ما كانوش موفقين برضو بالنسبه لي. والسبب في ده اعتقد كانت اختيارات الممثلين للادوار المسانده،
اختيارات ما كانتش موفقه شويه. مش هذكر حد بعينه ولا اداء بعينه، لان في النهايه الملل ده انا حسيته في حلقتين بس، لكن بما اني حسيته بقى فحبيت اوضحه ليكم في الفيديو ده. في النهايه مسلسل مسار اجباري مسلسل جميل وحلو وسلس، مسلسل لما هتبدا تشوف اول حلقه فيه هتلاقي نفسك مكمله ومخلصه في قعدتين من حلاوته وارتباطك بالشخصيات اللي فيه. ده غير ان طريقه عرضه للفكره حلو، واداء الممثلين فيه صادق جدا، وهتحس فعلا انك شايف شخصيات انت تعرفها في حياتك في كذا حد فيهم. مسلسل مسار اجباري مسلسل جيد جدا وارشحه لكم بقوه للمشاهده. ونروح بقى للحته الكوميدي في فيديو النهارده، ونبدا بمسلسل بابا جه لاكرم حسني. وخليني اقول مبدئيا كده المسلسل ده اندر ريتد جدا، انا مش حاسه واخد حقه خالص، فانا بقى هديله حقه من وجهه نظري. المسلسل بيتكلم عن اب بيسيب شغله بسبب كورونا وما بيرجعش يشتغل تاني، وزوجته هي اللي بتصرف عليه هو وبنتهم الوحيده لحد يوم حفله البنت دي في المدرسه. فبتقف البنت قدام المدرسه كلها وتقول انها مستعده تستغني عن باباها لاي حد لانه ملوش لازمه، ورغم الالم اللي بيحس بيه ابوها الا انه بمساعده واحد من قرايبه بيعملوا ابلكيشن كل شغلته انك تقدر تطلب من عليه اب للايجار، ويكون ده هو شغله الجديد. وفي شغله ده بقى نشوف مواقف كوميديه كتير وتربويه برضو كتير، سواء للاولاد اللي بيطلبوا اب للايجار عشان يخلصهم من المشكله، او لشخصيه اكرم حسني نفسه في المسلسل اللي بقى مجبر بحكم شغله يحل مشاكل العيال دي ويهتم باطفال غير بنته، فهيتربى هو كمان. المسلسل ده اكرم حسني هيضحكنا فيه بستايل جديد عليه، لانه مش هيفضل يزعق كتير ولا هيفضل يردد جمله طول المسلسل ولا هيتنمر على حد ويكون هو ده اللي هيضحك الناس عليه طول المسلسل. لا، الضحك هيكون طالع من المواقف الاجتماعيه والتربويه اللي هتشوفها في المسلسل. الموضوع في المسلسل ده لا تربوي ولا اصلاحي بالمعنى السطحي للكلمه، لا يا جماعه، المسلسل كله ضحك، لكن رسالته مكتوبه حلو جدا في احداثه في قلب كل موقف من المواقف الكوميديه اللي بيمر بيها ابطال العمل. المسلسل ده بالنسبه لي فيه تطور ملحوظ جدا في اداء اكرم حسني اللي ما بقاش بيرمي افيهات على قد ما يقدر وواحد اكيد هيجيب. لا، اكرم هنا حب يبقى مختلف، تمثيله هادي لكن احساسه اعلى، وحاسس وفاهم موضوع وقصه السيناريو المكتوب. ده مسلسل اجتماعي كوميدي، فمش هيبقى له داعي الاوفر في الكوميدي او الافيهات، واكرم بصراحه لعب الدور ده حلو جدا، وده لان كمان السيناريو جيد جدا وما فيهوش حد بيسقيك الرساله بمعلقه. مسلسل بابا جه مسلسل لذيذ وهادف بالنسبه لي، وارشحه لكم بقوه انكم تستمتعوا بيه. ونروح بقى للمسلسل الكوميدي للعسل اشغال شقه لهشام ماجد. المسلسل من بطوله طبعا هشام ماجد واسماء جلال، وبيتكلم عن زوجين خلفوا توأم فحياتهم اتشقلبت بسببهم، فبيدوروا على حد يساعدهم في العنايه بالاطفال دي. فكل كام حلقه كده هتجيلهم واحده يتسحلوا معاها ونتسحل احنا معاهم في مواقف كوميديه مكتوبه بشطاره من خالد وشيرين دياب. المسلسل كوميدي بشكل ممتع ومش مفتعل، وده اهم شيء. هشام ماجد ممتاز في تصدير الكوميديا ليك وهو وشه جد او متضايق كمان، ما اعتقدش في زيه في الحته دي دلوقتي. اسماء جلال نضجت جدا، كنت بستثقلها في اعمال سابقه كتير، لكن هنا هي لطيفه معظم الوقت. مصطفى غريب الواد ده كوميديان هايل، افيهاته واسلوبه وهو بيقولها حاجه ممتعه جدا، ويعتبر كان شايل المسلسل كله بصراحه. شيرين عامله شخصيه الحمل حربوقه زي ما قال الكتاب. الاداء عموما لكل ابطال العمل اداء متزن، والسبب في ده هو مخرج شاطر ورا كاميرا اسمه خالد دياب، قدر انه يوجه الفنانين دول عشان يظهروا لك بالشكل اللي انت شفته وصدقته وضحكت بسببه ده. فبرافو يا خالد يا دياب على كتابتك واخراجك لمسلسل اشغال شقه. تسلسل الاحداث طول المسلسل جميل، وكوميديا الموقف طاغيه على الاحداث بشكل ممتاز وسلس جدا، خلى ايقاع المسلسل مظبوط وعلى الشعر. كمان الاهتمام بالتفاصيل كان مهم جدا، واللي اتفرج هيفهمني كويس في نقطه التفاصيل دي. حقيقي مع حلقات اشغال شقه ما كانش فيه اي ملل ولا حشو، كان فيه كوميديا خارجه من مواقف مكتوبه حلو وتم اخراجها بافضل اسلوب. انا بس مش مع الناس اللي طالعه بالمسلسل السما، المسلسل يا جماعه لذيذ فعلا ومش مبتذل وما فيهوش استجداء للضحك وحزق في الافيهات، لا، المسلسل مكتوب صح، كتابه قادره تطلع لك الضحك من الموقف نفسه وما فيهوش اي مط. لكن انا ما بحبش الافواره بتاعت اجمد واقوى والحاجات اللي كلها صيغ مبالغه دي. مسلسل اشغال شقه مسلسل كوميدي حلو، وكان افضل مسلسل كوميدي في النص الاول لرمضان، ويستحق بصراحه لجودته وكمان لضعف المنافسين، لا اكثر ولا اقل. بس كده، يا ريت تقولوا لي انتم بقى ايه المسلسلات اللي تابعتوها من الثلاث مسلسلات دول. لايك وسبسكرايب بقى يا شباب عشان ده فعلا بيساعد اننا نكمل، وشكرا ليكم على مشاهدتكم. سلام.